ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. قبل ما نبدأ في الفيديو يلا نبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو انت جديدة عندي في القناة ما تنسيش طبعا الاشتراك واللايكات. ويلا بينا نشوف الروتين بتاع النهاردة. بصوا النهاردة من اكتر الايام او من احلى الايام في حياتي بصراحة يعني. ليه؟ عشان سبب كده انتوا هتعرفوه دلوقتي يعني. بصوا النهاردة يعني، بصوا تميم بقى، انا بوريكم تميم على اللي عامله فيا يا جماعة والله. بصوا بقى بداية اليوم كده، كملوا بس معايا الفيديو كله كله كله، وفي الاخر كده هوريكم ايه بقى، ايه اللي احنا هيحصل بقى. بصوا بقى بداية اليوم، احنا النهاردة ان شاء الله نازلين بس في اخر الفيديو يعني. المهم ان انا طبعا هشوف هوريكم بس ايه الدنيا بتاعت الشقة كده. هوريكم تميم عامل فيا ايه. بصوا يا جماعة والله العظيم انتوا اخواتي، يعني انتوا اخواتي، احنا اخوات احنا اخوات فانا بقى ايه بشتكي لكم من اللي انا فيه. انا يا جماعه تميم، انا مش عارفه اصور منه، ما بعرفش اصور منه نهائي. اياد، تميم كسر لي الستاند، كسر لي كذا مره، يوقع لي الموبايل باظ. اي حاجه في متناول ايده بيشدها بيكسرها. طبعا يعني ده مش عشان تميم، هو السن ده كده. يعني اي ام في السن ده، طبعا السن جميل وكل حاجه وكيوت وسكر وبوس واحضان، بس للاسف السن ده صعب، عايز طول الوقت عينك عليه، طول الوقت واخده بالك منه. لان انا في ثانيه بثانيه لو انشغلت عنه ممكن يحصل كارثه بجد بمعنى الكلمه. يعني انا مره مش عارفه كنت بصور، لقيت في بقه غطا ازازه، انتوا متخيلين؟ كان في بقه، كان هيدخل في زوره. فانا مقصر في القناه غصب عني والله، وده يعني انا حق عليا البيت. لان انا فعلا كذا مره قلت لكم القناه مش، يعني انا عاملاها حاجه بتبسطني، بتخلي الحاجه بطلع يعني، بطلع حاجه انا بتبسطني بعملها واصور، انا بحب التصوير عامه يعني. فلكن كمقابل مادي انا باخده من القناه، لا طبعا القناه ما بتجيبليش اصلا فلوس. فالفكره ان انا بحبكم جدا وبحب الناس بتوع القناه، وبحب القناه جدا. عمري ما يعني عمري ما فرط فيها، مع ان انا اتعرض عليا ان انا ابيعها، بس انا عمري في حياتي ما فرط فيها. ليه؟ مش عشان يعني اي حاجه، لا عشان انا بحب الناس اللي فيها. تعبت فيها جدا. يمكن لما تلاقي حاجه تعبت فيها قوي قوي واديتيها كل مجهودك وكل تعبك، فعلا مش هتقدري ان انت ان انت تفرطي فيها او تستغني عنها، ايا كان هي مش مصدر يعني رزق، او مش بتطلع فلوس او كده. لان القناه عشان تطلع لك فلوس لازم يبقى مشاهدات كبيره، وانتوا شايفين المشاهدات عندي بسيطة يعني. فبصوا بقى، انا اكتر الوقت دلوقتي لبيتي، وده اهم حاجة. لان انا عندي طفل صغير يعني ما كملش لسه سنة، فلازم اديله اهتمام. ما ينفعش ان انا مثلا اقوم اصور زي بقية القنوات وتلاقي عندها طفل ورمياه ومهملة فيه وعادي ومكملة، مهم التصوير والفلوس حتى لو كانت القناة بتديني فلوس برضو ما كنتش هقدر ان انا اجي على حساب مثلا عيالي عشان القناه في 60 داهيه. القناه انا هستفيد ايه لو ابني جراله حاجه ولا حصل له حاجه عشان الفلوس؟ لا، في 60 داهيه طبعا. فانا دلوقتي الاولويه للبيت طبعا ولعيالي اهم حاجه. لان زي ما اديت اهتمام كبير لاياد، لان اياد انا وقته ما كنتش عامله قناه ولا اي حاجه، فكان واخد كل وقتي كل وقتي، كان كل وقتي ليه، كان كل اهتمامي ليه. فلازم تميم بجد ما اقصرش معاه، ويبقى كل اهتمامي برضو كل وقتي ليه. فعلى قد ما اقدر الفيديوهين اللي انا كنت بنزل 3 فيديوهات في الاسبوع، دلوقتي بنزل فيديوهين بالعافيه، ده لو نزلتهم اصلا. فمعلش قدروني الفتره دي لحد بس ما يكبر شويه ويقف على رجله، وان شاء الله نبتدي بقى ايه نرجع زي الاول. بصوا بقى، اللي انا عايشه فيه بقى طول النهار هو كده. انا كل حاجه بيشدها، طبعا بيوصل ما شاء الله لحاجات كتير، يعني في ثانيه تلاقيه بيوصل لكل حاجه. يفتح الادراج طبعا، عايزين ننزل نشتري مع بعض كده اسمها ايه مش عارفه، الحاجات اللي بتقفل الادراج دي عايزه اجيبها بصراحه. مثلا شلت كل حاجه. الترابيزه اللي هي بتاعت ايكيا دي نفسي اشيلها برضو بكل الحاجات اللي عليها، لان هو اكتر مكان بيحب يروحوا ده. وترابيزه الشاشه برضو، بيفتح ترابيزه الشاشه ويطلع لي كل التحاليل وشهادات الميلاد ووصلات الكهرباء، ويقطعها لي كلها وياكلها.
فدايما نجري عليه، يا ابني يا ابني يا ابني، ما فيش، هو طبعا مش معانا اصلا يعني. الجزمه طبعا شال لي كل الورق اللي عليها، فانا شلته كملته بقى عشان ايه، زهقت بصراحه من شكلها وهي بالورق اللي متقطع ده. وان شاء الله اجيب لها ورق، لان لونها مش نفس لون المرايه. بصوا ده لون وده لون. السيلفر اللي هو الفاتح ده انا مش عارفه اعملها السيلفر الفاتح ده. لما جيت دهنتها، انا اللي دهنتها، فادتني السيلفر اللي هو ده. لكن انا مش لاقيه الدرجه الفاتحه دي، مش لاقيها خالص بصراحه. قالوا لي سبراي كده، جبت السبراي ورشيته، طبعا وحش جدا 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 ولبخ معايا. فبعد فتره يعني خدتها وبيضتها بصراحه. بصوا بقى المفرش ده كمان بتاع ترابيزه الشاشه، خدته من هنا لانه بيشد المفرش بتاع ترابيزه الشاشه بالشاشه. فقلت لا، وعلى ايه، خدته وشيلته حطيته كده فوق الكنبه لحد ايه ما اشوف هعمل فيه ايه. المهم بقى دخلت كده عشان اغسل. بصوا بقى النهارده يا جماعه، انا جوزي عامل لي مفاجاه ان احنا هنخرج اخيرا اخيرا اخيرا. هنتغدى بره، انتوا متخيلين؟ هو هنتغدى وهنتعشى في نفس الوقت يعني، في مكان حلو قوي قوي قوي، طالع دلوقتي بقى ايه، ترند خالص يعني. فقلت بقى ايه، قلت له لا انا يعني عايز، هو قال لي تحبي تروحي تاكلي فين؟ فانا قلت له، تحس ان هو ايه، ندم ان هو اصلا يعني قال لي انا هعزمك بره يعني. كان متخيل مثلا هقول له تعالى نروح كنتاكي مثلا، تعالى نروح ماك مثلا، تعالى نروح مثلا اي حاجه يعني بسيطه كده. فلقاني شرخة خالص، فقال لي ماشي اوكي خلاص هنروح. فاتفقنا ان احنا هنروح النهارده، فانتوا هتقضوا بقى معايا اليوم من اوله. بصوا بقى، بدأت كده اليوم ان انا غسلت طبعا ونضفت بره زي ما انتم مش شايفين. انا بحب لما اكون نازله لازم اكون منضفه الشقه، ما ينفعش ان انا اسيب الدنيا فوق بعضها كده وانزل. لان المتعه كلها ان انت هتروحي تاكلي على الجاهز، هتقعدي تتبسطي وتاكلي وتشربي وتحلي والدنيا زي الفل وعلى الجاهز. فالبيت ترجعي تلاقيه نظيف بقى، عشان لو عايزه ترجعي تعملي كوبايه شاي بنعناع تحبسي مثلا او كده. فانا اصلا بقالي يومين اساسا تعبانه، عندي برد. فبصراحة مش قادرة، كنت تعبانة جدا. فقلت بقى ايه، هو قال لي عوضني عن التعب اللي انا شفته. انا بقالي يومين والله العظيم يا جماعة ما بقدرش اقوم من على السرير. حتى اسمه ايه ده، كان ورايا مشاوير مهمة لازم انزلها، ما نزلتش اليوم ده. صحيت من النوم وحياة ربنا ما قادرة احط رجلي على الارض، برد بقى في جسمي وفي عظمي وكده. بصوا بقى توينكس دي، ما يعني مش قادره اوصف لكم طعمها عامل ازاي، وروعه روعه يعني، من اكتر الكيكات اللي عجبتني بجد الايام دي. حلوه قوي قوي يعني، اللي هي كريمه زياده دي. انا بصوا اصلا من عشاق الكريمه عامه يعني، بحب الكريمه في اي حاجه، لا بحبها بتلوز كده. هي وهوز اللي هي الجديده دي، الاتنين دول بقيت مدمناهم. يعني لو شفت منهم علب لازم اشتريهم، لازم لازم بجد. بحب قوي افطر بيها الصبح مع كوبايه شاي بلبن وكده، يعني مزاج. المهم بقى، فعجبتني قوي، جيبوها بجد، هي سعرها تقريبا 5 جنيه او حاجه. فانتوا ما تشتروش واحده، انتوا اشتروا علبه يا جماعه، لانها هتعجبكم قوي بجد. مكترين فيها الكريمه كده. يمكن لما بقى يعني تبقى في واحده مثلا في الدولاب كده، بحس ان انا يومي حلو. والله العظيم بصوا تافهه قوي. انا اصلا يا جماعه مش يعني، بحب الحلويات اكتر، اللي هي الكيكات والبسكوتات، مش الحلويات الشرقيه والجاتو والتورت والكلام ده، لا. بحب اللي هي الكيكات التافهه دي، او مثلا بسكوت مثلا، حاجات تافهه كده يعني. لكن كحلويات حلويات مثلا لا، ماليش قوي بصراحه. ماليش تقل عليها يعني، ممكن اكل قطعه او حاجه بسيطه. لكن انا ليا في الحوادق قوي، والحاجات اللي هي بتاعت الكشك دي، عارفين اللي هو شيبسي بسكوت هوهوز، حاجات اللي هي بتتخن دي، بس يعني الحمد لله. شاتو مثلا مع كوبايه شاي بلبن. الكيكات اللي هي الكب كيك دي بحبها قوي. المهم ان انت حطيني قدام كشك كده هتبسط والله العظيم. اديني كده 50 جنيه ولا 100 جنيه، قولي لي شهيصي نفسك، خلاص كده هي دي يعني انبساطي. انا جوزي اصلا لما بيبقى عايز مثلا يبسطني او يفرفشني، بيقوم يجيب لي حاجات من الكشك، يجيب لي بقى هوهوز، توينكيز مثلا، شيبسي، شويه لب سوداني. حاجات دي. انا من الناس الجميله اللي قنوعه، غير الستات التانية اللي تقولك لا انا عشان جوزي يبسطني يجيب لي حاجه دهب، يجيب لي مثلا خاتم، يجيب لي سلسله. لا انا مش من الناس دي خالص الحمد لله يعني، بص بوفر لجوزي والله. بس المهم بقى ايه، قولوا لي انتم من نوعيه الناس اللي بتحبوا ايه.
يعني ورد يا ابراهيم ولا دهب ولا حاجات تافهه كده، شوكولاتات وبسكوتات وحاجات عبيطه كده، ولا خروجات بقى وفسح وكده. انا موضوع الخروجات والفسح ده مش جاي معايا خالص. ليه بقى؟ لان انا اساسا شخصيه اجتماعيه جدا، وشخصيه فرفوشه وعايزه انزل واخرج، وانا كنت كده قبل الجواز تمام. جوزي بقى مش كده خالص. جوزي انطوائي، بيحب القعاد لوحده، او يعني في البيت لوحده، يعني نقعد كده احنا بس ما نقعدش مع ناس. مش عارفه، لما بيشوف ناس تقريبا بيتوتر، ما اعرفش، هو بيحب يقعد بيحب الهدوء. هو شخص بيحب الهدوء، ما بيحبش النزول، ما بيحبش الشارع اصلا. يعني هو لو هين عليه ما يروحش الشغل مش مش هيروح. يعني بيحب البيت قوي قوي، لدرجة ان احنا حتى لما يوم مثلا هناكل من بره بنجيب الاكل وناكله في البيت والله العظيم. فانا طول اليوم قاعده في البيت، حتى شغلي في البيت، فبالنسبه لي انا نفسي انزل. هو بقى طول النهار في بره البيت، يعني هو بيجي مثلا بينزل من الصبح بيجي اخر اليوم. فبالنسبه له احلى حاجه البيت، ان هو بيجي ما بيصدق اصلا. فلو حد قال له انزل ده بتبقى مشكله، يعني لو هو انزل ايه ده، انا اصلا كاره الشارع وكاره الناس وكاره يعني الاسفلت، فاهمين؟ ف... فالمشكله بقى هي دي بقى المشكله. فاحنا مش جايين سكه خالص، يعني ما بنخرجش خالص تقريبا، فين وفين. يعني بصوا بالنسبه لي، يعني ممكن بالنسبه لي مثلا عزومه النهارده او خروجه النهارده دي، يا لهوي، دي اسعد يوم في حياتي والله العظيم. لان انا اساسا مش بخرج كتير يعني. اخري خروجتي ان انا اروح لماما، مثلا اروح لماما اودي تميمي الطعم مثلا. ممكن نخرج انا واخواتي مثلا. لكن انا ومثلا وولادي وجوزي وكده لا، ما مش اللي هو مش بنخرج بصراحه كتير يعني. حتى لو يوم مثلا هناكل من بره بناكل في البيت، يعني بنجيب الاكل ونطلب الاكل مثلا وناكل في البيت، او نبقى مثلا جايين من عند ماما اجيب الاكل وناكل نتعشى في البيت. هو احنا كده. فالنهارده يوم مش تقليدي، النهارده يوم مش طبيعي اصلا يعني، فمش هيتكرر كتير. عشان كده احنا بقى ايه، لما بنخرج بنخرج، يعني لو خروجه بتبقى خروجه مش اي خروجه. لان هي بتبقى مره في السنه، فبالنسبه لنا دي يعني ان شاء الله مره كده في السنه. بس المهم بقى ايه، خلصت كده المواعين. والله يا جماعه انا بتكلم معاكم كاني بتكلم مع واحده صاحبتي او اختي او كده، يعني بجد خدت عليكم قوي قوي. فاعتبروني انتوا كمان كده اختكم، وناخد وندي بشكل ودي كده من التعليقات، تتكلمي معايا عادي كاننا احنا اصحاب كده. بس المهم بقى ايه، بص بقى اليانسون اللي هو روتس ده، طبعا انا تعبانه لسه، فهعمل كوبايه ينسون قبل ما انزل، عشان انا لسه تعبانه اصلا مش قادره يعني. فبصوا بقى روتس ده بجد اليانسون بتاعه حلو قوي قوي، طعمه جميل يعني. يعني انا كنت بشرب كتير قوي الفتل ده ينسون، بس بجد لما جبنا روتس ده عجبني قوي. حلو حلو يعني. حتى اساسا لو قاعده مخنوقه كده بعمل لي كوبايه كده، بحسه بيهدي لي اعصابي كده، ولا حلو قوي بصراحه. والاعشاب بتاعته حلوه كمان، نازل منه القرفه بالتفاح حلوه قوي قوي. وحلو كمان لو انت عامله دايت او كده تشربيه كده من غير سكر، فهيظبط معاكي الاداء يعني. بس المهم لبسنا بقى. بصوا انا كنت مزقططه، بصوا الزقططه اللي انا فيها، معلش استحملوني يا جماعه والله ما بخرجش كتير والله. فلبست بقى كده نوقيات. طبعا احنا مش هناخد معانا للاسف تميم، لان اولا تميم لسه مش فاهم، ولسه مش هياكل معانا، يعني اساسا هيبهدل الدنيا بس. ف اسمه ايه ده، انا بصراحه يعني ماما وحماتي بالنسبه لهم لو هما بيتمنوا ان هما يقعدوا معاه، بيحبوا تميم جدا جدا. فبسيبه لهم مثلا لو انا نازله، بيقعد معاهم. هما بقى بياكلوه مثلا، بيغيروا له، بينيموه، لان هو الطفل في الوقت ده بيبقى عايز ياكل ويشرب وينام، مش عايز اكتر من كده. فانت هتاخديه هتمرمطيه بس، يعني بجد هيتمرمط. لكن هو مش هيتبسط، هو عايز يرتاح عايز ينام. لان انا خدته قبل كده في العيد وخرجنا بيه، رحنا الكورنيش لو تفتكروا، فرهد معايا خالص. يعني احنا اصلا كنا قاعدين واحنا جايين في المواصلات كان مش طايق نفسه اصلا يعني. فبالنسبه له البيت طبعا احسن حاجه يعني. المهم احنا بقى نزلنا بقى، وطبعا خدنا اوبر ولا تاكسي مش فاكره، او تاكسي. لان الطريق طويل، احنا رايحين هرم الحمام اللي هو في التجمع الخامس. فقلنا بقى ايه، ناخد كده تاكسي.
ونشوف بقى الطريق كده. بصوا الطريق اصلا تحفة تحفة يعني. طريق التجمع، بصوا المكان ده حلو قوي، طالع يعني كل الناس بتروح وبيقولوا عليه حلو قوي. فانا بصراحة كان نفسي اجربه، كان نفسي اشوف يعني فعلا الصيت اللي عليه ده كده ولا اي كلام ولا ايه. فقلت بقى اروح كده ونجرب. المهم ليه فروع في الشيخ زايد والتجمع وفي اسكندرية. لسه منزلش بقى فروع في مصر الجديدة بصراحة، لان انا كان بالنسبة لي لو في مصر الجديدة كان هيبقى احسن لي بكتير، لان التجمع بعيد عني خالص يعني. بس طبعا التجمع انا نفسي اسكن في التجمع يا جماعة، لان المكان بصراحة جميل جدا جدا والدنيا هادية بس عمري ما هسكن في التجمع غير لو انا معايا عربية. يعني جوزي معاه عربية تمام، لكن لازم انا اكون معايا عربية، لان انا جوزي اغلب الوقت بيبقى في الشغل، فانا لازم انزل اتحرك بعربية. فعشان كده مش هنروح التجمع عشان معيش عربية يا جماعة. بس ففكرة التجمع دي صعبة قوي. لازم بجد التجمع دي عايزة عربيات، لازم يبقى انت معاكي عربية جوزك معاه عربية عشان تعرفي تتحركي وتروحي وتيجي وتتعاملي تعيشي يعني. لكن غير كده مش هينفع يعني، هيبقى مرمطة قوي. بس المهم بقى ايه، خدنا بقى الطريق كده. طبعا احنا كنا مستمتعين قوي في الطريق بصراحة. قلت كده ايه اصور لكم الدنيا، وصورت لكم اهو المكان من بره. طبعا هقول لكم رأيي طبعا في المطعم نظيف جدا. من الحاجات المميزات في المكان نظيف قوي وراقي وحاجة كده نظيفة، وحتى مكلفين كده المكان، تحس ان انا قاعدة على سفرتي والله العظيم. الكابوتوني ده حاسة ان انا قاعدة على سفرتي، مفيش اختلاف يعني. فالمكان حلو قوي. طبعا الاسعار بتاعته، لا الاسعار غالية مش رخيصة يعني، او وسط، لا هي غالية. يعني الاسعار غاليه. اسمه ايه ده، يمكن قبل كده لما الناس كانوا بيروحوا كانوا بيقولوا ان الاسعار كويسه، ما اعرفش دلوقتي طبعا عشان الحاجه غليت فالاسعار زادت طبعا يعني. بس بصراحه هو جامد جدا في الحمام. جامد هو هرم الحمام. بجد اكتر حاجه عجبتني جدا، بص احنا طلبنا حاجات كتير بس مش يعني الحاجات الكتير اللي احنا طالبينها دي مش هناكلها. بس احنا فكره ان احنا بندوق منه، يعني بندوق من كذا حاجه، فاهمين. طبعا السلطات، عشان تطلبي سلطات اطلبي طحينة وبابا غنوج، اكتر حاجة حلوة بصراحة. الحمام عنده طبعا روعة روعة يعني، حلوة قوي. المحاشي مش قوي. فاحنا طلبنا حمام وطلبنا محاشي وطلبنا كفتة. طبعا الاكل ده يعني هيبقى طبعا كتير منه، فخدناه معانا تيك اواي. الكفتة بتاعته ملهاش حل يا جماعة، ملهاش حل والله العظيم. الكفتة بتاعته تحفة تحفة تحفة. يعني هتروحي هناك طبعا لازم تجيبي كفتة، لازم ولازم تجيبي حمام. جبنا كمان طاجن لحمة بالبصل، ما عجبتنيش برضو، ما عجبتنيش خالص. يعني احنا جربنا الملوخية والطاجن اللحمة بالبصل ده، لان انا طلبت ورقة لحمة ما فيش، فبدلتها بطاجن اللحمة ده، فما عجبتنيش بصراحة. المحاشي مش قوي. الجلاش برضو يعني زي بتاع البيت برضو احلى. فهو ممكن يكون بالنسبة لك حلو، بس انا عشان انا بالنسبة لي انا بعمل الحاجة دي حلوة، فبالنسبة لي طبعا بتاعتي احلى، فاهمين قصدي. لكن بجد بجد شابوه على الحمام والكفتة. الحمام والكفتة والممبار دول اكتر حاجة عجبتنا جدا. فدي تجربتنا يا جماعة النهاردة، ويا رب يكون الفيديو كده عجبكم وتكونوا اتبسطتوا معانا كده. طبعا لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك، ويلا باي.